إليك قصة جميلة عن يوم العيد تحمل معاني الفرح والتعاون في صباح يوم العيد. استيقظ سامي مبكرا وهو يشعر بالحماس، فقد كان ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر. ارتدى ملابسها الجديدة ثم خرج مع والده إلى المسجد لأداء صلاة العيد. بعد الصلاة عاد سامي إلى المنزل ليجد والدته قد أعدت الكعك والحلوى، فجلس مع إخوته يتناولون الإفطار وسط أجواء مليئة بالبهجة. ثم بدأ في توزيع العيديات، حيث أعطى وادها لكل طفل مبلغا صغيرا ليشعروا بفرح العيد للكنسامين. لاحظ أن جارها الصغير علي يجلس وحيدا أمام منزله، لم يكن يبدو سعيدا. اقترب منه وسألها عن سبب حزني، فأخبره علي أن ودهم سافروا، لم يتمكن من شراء ملابس جديدة لهذا العيد. شعر سامي بالحزن من أجل، لكنه قرر أن يفعل شيئا جميلا. عاد سامي إلى المنزل وأخذ إحدى هداياها الجديدة، ثم ذهب إلى علي وأعطاه إياها قائلا: العيد هو الفرح والمشاركة، وأريدك أن تكون سعيدا مثلي. بتسمع لي يشعر بسعادة كبيرة. ثم انضم إلى سامي وأصدقائه للعب والاحتفال بالعيد معه. وكذا تعلم سامي أن السعادة الحقيقية في العيد ليست فقط في الملابس الجديدة والهدايا، بل في مشاركة الفرح مع الآخرين.